اشمعنى انا؟ من اول الاجازه لا رياضه ولا خروج غير مع حد، مش مهم اكبر ولا اصغر، المهم يبقى معايا بادي جارد وخلاص. حبستي ما حصلتش حتى حبسه الكلاب، كلب جيراننا حظه احسن من حظي، بيخرجوه مره كل يوم لما يحب يلبي نداء الطبيعه. حتى الروايات اللي انا قلت ان انا هتسلى بيها في الاجازه اتباعت لبتاع روبابيكيا، قال ايه؟ ما ينفعش بنت في عمري تقرا الاحسان عبد القدوس، بس بعد ما لحقت منها روايتين. وقتها كان شراء طلبات حلم، ما هو هيخليني افتح الباب وانزل. في يوم اخويا مسؤول الطلبات رفض انه ينزل يجيب العيش بحجه انه عيان، بالرغم من ان شراء الطلبات وقتها كان مصدر دخل اضافي عمري ما عرفت استغله، لانه كان دايما محتكر. يومها حسيتها فرصه حلوه وقررت ان انا اتقدم واقول ان انا عايزه انزل اجيب العيش. وقتها كنت في اجازه اولى اعدادي، نطيت من مكاني وقلت لماما انا هنزل اجيب العيش ومش هجيب الباقي حاجه حلوه زي ما هو ما بيعمل. ووافقت ماما. ما كنتش مصدقه نفسي ان هي ممكن توافق. جريت وقفت قدام المرايه اظبط شعري واظبط هدومي. وقفت ماما ورايا تقول لي ما جايب العيش مش محتاجه كل اللي انتي بتعمليه ده. خفت ترجع في كلامها، جريت فتحت الباب ونزلت. كنت مش مصدقه نفسي اني لوحدي في مهمه رسميه. وصلت الفرن لقيت طابور طويل، وقفت في اخره، بس كنت واخده خطوتين ثلاثه لبره براقب ميكانيكيه عمليه شراء العيش. لما الطابور اتحرك كان قدامي حوالي 3 4 في الطابور، سمعت صوت بيندهلي: يا انسه يا انسه يا انسه انتي انا ايوه انتي تعالي. مشيت بخطوات بطيئه جدا ناحيه شباك العيش، شاور لي ان انا اروح من الجنب، اخد مني الفلوس واداني العيش. ورجعت الفرحه مش سايعاني، اولا لانها اول ايام الحريه، نزلت لوحدي مشيت لوحدي واشتريت لوحدي، والاكتر ان اول مره في حياتي حد يقول لي يا انسه. الحقيقه ان الايام اللي بعدها اتكرر شراء العيش بنفس الطريقه، يندهلي اروح له اديله الفلوس ويديني العيش. كان شكله مختلف، كان واقف يبيع العيش بقميص بنطلون جينز مسرح شعره ومش غرقان دقيق زي بقيه الناس اللي بتشتغل في الفرن. في يوم من الايام وانا باخد العيش لقيت فيه ورقه فوق العيش، اكيد وقع غلط. مديت ايدي اخدتها وقلت له واقعه منكم. قال لي لا دي ليكي، من فضلك اقريها. طيب مشيت خطوتين بعيد عن الناس وعن الزحمه وفتحت الورقه: تحياتي الى حبيبتي التي لا اعرف اسمها. اتخضيت وما شفتش باقي السطور، خبيت الجواب بسرعه ووقفت في الشارع مش عارفه اعمل ايه. هي المشكله دلوقتي مش اني مش عارفه اقرا بقيه السطور اللي في الجواب، المشكله ان انا مش عارفه اروح. انا لو روحت بالجواب ده هتوقد رسمي. فكرت بسرعه وافتكرت بيت صاحبتي اللي جنب الفرن، جريت على بيتهم. اول ما وصلت استقبلتني وقعدتني قدام التلفزيون، انا وهي ومامتها واخواتها والجواب والعيش. كنت مستنيه اي فرصه علشان احكي لها اللي حصل واقول لها ان انا مش قادره اقرا الجواب وان انا عايزه اقرا الجواب معاها. الحقيقه الفرصه ما جاتش، وده اضطرني ان انا افكر فكره. قلت لها عايزه اظبط هدومي في المرايه، ممكن؟ دخلتني الصالون، كان في مرايه كبيره قوي بس انا ما بصيتلهاش. حكيت لها اللي حصل بسرعه، وقبل ما اكمل كلامي او اطلع الجواب كانت طنط مامتها معانا في الصالون. الحقيقه ان انا عرفت وقتها ان انا لازم استأذن. عند الباب قلت لها وهي بتوصلني: خبي الجواب ده معاكي،
هجيلك بكره بدري قبل ما طنط ما ترجع من الشغل، نقرا سوا عشان انا مش قادره اقرا لوحدي. وفعلا روحت وانا بحلم ببقيه السطور اللي انا ما شفتهاش، وعماله اتخيل ممكن يكون كاتب ايه في بقيه الجواب. تاني يوم صحيت بدري جدا، اتشيكت ونزلت رحت لها. اول ما وصلت، ها يلا فين الجواب؟ بصي بقى، انا حطيت الجواب في هدومي وصحيت من النوم ما لقيتهوش. نعم؟ يا سلام. طبعا روحت وانا محبطه وحزينه وبصبر نفسي بان اللي خلاه يبعت اول جواب ان شاء الله يعني هيبعت جوابات تانية، خلاص مش مشكله. اول ما روحت اكتشفت ان ماما اصدرت فرمان بعزلي من منصب مسؤول شراء العيش وللابد. وساعتها عرفت الجواب راح فين. ابعت لي جواب 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 وطمني، ابعت لي جواب ولو انه عتاب ما تحرمني، ابعت لي جواب. غيابك طال وبستناك والدك مال تتهنى، إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت براعتني، إن كنت هويت ونسيتني وعليا جنيت براعتني، ابعت لي جواب ابعت لي جواب.